بعد شهرة السيارة نانو اللي خلت المصريين يسألوا في الفترة الأخيرة عن أسعارها كأصغر وأرخص سيارة في مصر، حبينا نقدم لكم فكرة عامة عن السيارة اللي بيسموها نانو ايجيبت. أولاً، السيارة نانو اللي بدأ ظهورها في عام 2010 ملهاش أي علاقة بشركة تاتا الهندية أو الإدارة الهندسية للقوات المسلحة. خلينا بقى نعرفكم أكتر عن قصة السيارة نانو ومواصفاتها. مواصفات السيارة نانو دي إكس الأشهر من ناحية السعر في مصر، واللي الناس سمعت إنها ب25,000 جنيه. في البداية نانو ايجيبت نازلة بقوة موتور 650 سي سي، يعني الموتوسيكل التوين بتاع زمان أعلى قدرة منها، وكمان ما فيهاش مرشدير أصلا، يعني ما بترجعش لورا. في الآخر السيارة نانو كل اللي شافها قال إنها توك توك بس في شكل سيارة. أما عن قصة السيارة، فواحد من أصحاب شركات الاستيراد طلب من شركة صينية تصنيع سيارة صغيرة بمواصفات التوك توك، وبعدها نزلها مصر على إنها أصغر وأرخص سيارة في مصر من إنتاج الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، وحاول المستورد ينسبها لشركة تاتا الهندية. بس في الآخر وزارة الإنتاج الحربي رفعت عليه قضية وتم تغريمه ب100,000 جنيه.